أهلا بكم في كامب نو. استعدوا لمشاهدة مباراة لا تتكرر كثيرا. يا لها من أجواء كبيرة جدا في ملعب كامب نو. برشلونة اليوم هو المستضيف لريال مدريد بالتأكيد في مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين في الطريق إلى اللقب. بالتأكيد أنها المباراة الأصعب في كل موسم، والتي ربما إلى حد كبير الفريق الذي يتجاوزها يفوز باللقب. جماهير برشلونة تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم أمامنا. تير شتيجن أول كلاسيكو للحارس الألماني في الدفاع، يتواجد على جهة اليمين سيرجيو روبرتو، بجانبه بيكي ماسكيرانو كما جرت العادة ألبا. في الناحية اليسرى راكيتيتش مع بوسكيتس، أندري غوميز في وسط الملعب. وفي الهجوم الثلاثي المرعب لاماسن، ليونيل ميسي، لويس سواريز ونيمار في قائمة المدرب لويس إنريكي. طاقم التحكيم في مباراة اليوم بقيادة كلوز غوميز، الحكم الذي يدير هذه المباراة والتي يتفائل فيه كثيرا جماهير برشلونة بلغة الأرقام في المباريات التي حكمها للبارسا. في المقابل ريال مدريد اليوم كما جرت العادة كيلور نافاس، عودة كارفاخال في الجبهة اليمنى، فاران في وسط الدفاع مع راموس، وعلى الجهة اليسرى الموهوب مارسيلو. في وسط الملعب يتواجد لوكا مودريتش، كوفازيتش مع إسكو. وفي الهجوم لوكاس على جهة اليمين، بنزيما كراس حربة، وكريستيانو يزور كامب نو مرة أخرى. قبل انطلاقة تسارب لبرشلونة في الموسم الماضي، لكن زيدان في الموسم الماضي في هذا الملعب بالذات أوقف هذه النتائج الرائعة لبرشلونة وحقق عليه الفوز في هذا الملعب. الفوز المهم كان لريال. 14 من الليغا، ريال في الصدارة، وهذه محاولة بينية لمصلحة لوكاس، تغطية وتدخل، ماسكيرانو يبعد الكرة، الحكم يشير. برشلونة في الترتيب الثاني ب27 نقطة. الاحتكاك الذي تم بينما الارتقاء وتلك الضربة الرأسية في أتلتيكو لكانت كافية ليبقى في أعماق كل قلوب جماهير مدريد. تدخل كان من ماسكيرانو في الليغا، كرة تصل بجانب غوميز، ميسي يحاول مرور بينية خطيرة لسواريز، ليونيل مع نيمار، يصل الكرة نيمار يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، والدفاع يتدخل. لقطة خطيرة لمصلحة برشلونة، شوفها من سيرجي، كرة عرضية صدمت في. هل أن ليو يفعلها في شباك ريال مدريد أم أنها كرة نيمار؟ ليونيل يلعبها سهلة لنافاس، ليس بعد يا صديقي، بدا وكأنها كلمات كيلور لميسي. نافاس بثبات يحصل على الكرة لبدالنا سهلة أمام إسكو، مرور جميل من جانب نيمار. بوسكيتس يبحث عن نيمار، طويلة للأمام، خطيرة لمصلحة برشلونة، يصل نيمار للكرة يلعبها لسواريز، سواريز قوية لكن هز الدفاع المدريدي، تدخل من جدار مدريد القوي. مدريد في الهجوم، تصل للوكاس، لوكاس يلعبها كرة عرضية باتجاه كريستيانو، يلعبها الطاير،
لكنها بعيدة. سوء تفاهم بينهم، حيلهم بينهم. ثم هدف جميل في كلاسيكو. الحكم لم يحتسب خطأ على بنزيما، بدأ وكان دفع، ثم بعد ذلك التفاهم لم يكن موجودا بين كريستيانو وكريم. أراد رونالدو على جهة اليسار، محاولة أمام بيكي. رونالدو في مكان خطير، رونالدو يلعب كرة، الله يا كريستيانو، جميلة من رونالدو، ولكن أجمل من تير شتيجن. مرعب الكامب نو في السنوات الماضية رونالدو. نعم رونالدو الهداف دائما في الكامب نو، من يتجلب في هذا الملعب. تغيير اتجاه اللعب على جهة اليمين ممتازة للوكاس، تعثر بجانب جوردي ألبا. رونالدو شوف اللقطة الأخيرة من جانب لوكاس، تعثر لجوردي، وبعد ذلك رونالدو بين اثنين عدى أمام ماسكيرانو. جوردي أغلق عليه الزاوية وبالكاد وصل الكرة سهلة لتير شتيجن. خطيرة المرتدة لمصلحة ريال مدريد. بنزيما محاولة الاختراق، الدفاع لرونالدو، الدفاع شانها. بيكي في اللحظة الأخيرة، يا لها من لقطة خطيرة لبنزيما مثيرة للجدل، والفرصة الأخطر كانت لريال مدريد بعدها بيكي، وكانت قريبة من كريستيانو لحظة. كثير من المحاولات الخطيرة كان قريبا من التسجيل كريستيانو رونالدو في كرة بعدها بيكي. لم نشاهد الكثير من ليونيل ميسي، كذلك سواريز ونيمار في الشوط الأول، وعلينا انتظار شوط ثاني ربما فيه الكثير من الأمور تتغير، لا نعلم لمصلحة من، في الوقت اللي فيه يحتاج الريكي إلى تماسك أكثر، وتواجد أيضا إنيستا في قائمة البدلاء كخيار مهم لتحسين وضعية خط الوسط لبرشلونة. شخصيا لم أشاهد برشلونة بهذا البطء القاتل، بهذا الأداء المتواضع في خط الوسط، بهذا الغياب الذهني. جو ميسي عنده مساحات خطيرة، ليونيل محاولة مرور مع راكيتيتش، فاران تأخر ميسي، لا زال يحافظ على كرة يلعبها باتجاه سواريز داخل منطقة الجزاء، عرضية إسكو في التغطية في إبعادها بعد ذلك إلى ركنية. كان بالإمكان أفضل مما كان. ليونيل في العادة في عاداته في كراته لا يفوت مثل تلك الضربات اللي عنده مساحة وعنده زراعة. الكرة ضاعت، طارت من نيمار، استعادها إسكو باتجاه كريستيانو، استقبال بالصدر، كريستيانو على الطائر، قوية لكنها بعيدة من رونالدو. سلاح الكرات الثابتة مهم جدا في أصعب الظروف، في الوقت اللي يعاني فيه الفريق تكتيكيا بالنسبة لبرشلونة. ضربة لرونالدو هي الثانية في مباراة اليوم، الأولى عدت، الثانية بحث عن شباك نافاس. نيمار على تنفيذ الخطأ، يلعبها عرضي بالراس، وفعلها برشلونة. سواريز، البيستوليرو يسجل لبرشلونة، البيستوليرو يسجل للبارسا. نعم، السلاح أو المسدس القاتل ريال مدريد من غير سواريز يا لويزيتو. أجمل عرضية نيمار، أجمل ارتقاء سواريز، وأنا من بينهم بالراس يا ولد يا سواريز. البيستوليرو يسجل لبرشلونة في غفلة المدافعين. ضاعوا مدافعي ريال مدريد وتركوه، تتركون سواريز على أعتاب المرمى، خذوها في الشباك، تتركون لوحدة قريب من المرمى، خذوها في الشباك. لويزيتو، البيستوليرو أو السلاح أو المسدس. سيرجي روبرتو، ميسي بينية باتجاه سواريز، لكن كيلور نافاس خطيرة جدا لمصلحة برشلونة، خطيرة جدا للبارسا. تحركوا المجانين الثلاثة وتحرك برشلونة، وتحرك العشب، وتحركت المقاعد، وتحرك كامب نو، وتحرك العالم. برشلونة عندما تحرك الثلاثي الخطير جدا يلعبها لكوفازيتش. مدريد في الهجوم، بينية لكريم، بنزيما يحاول بكرة طارت، عدت أمام بنزيما، وأقرب بعد ذلك لتير شتيجن. ليس في كل مرة ستحصل على كرة داخل منطقة جزاء برشلونة بهذه الراحة. فكرة لإنيستا، السحر، المهارة، التمريرة الجميلة لنيمار داخل منطقة الجزاء، عدى نيمار، يا إلهي
ضربة معلم نيمار كانت الثانية قريبة جدا، مهارة عالية. يا لها من تمريرة انيستا، خذهم واحدة خذهم فيها وانت والمرمى يا نيمار، ضيعها نيمار ورادها في الزاوية البعيدة، وهذه مشكلة نيمار. الفينيشينج في مرات عديدة ينساه في بيته، في مكانه، في منزله، يضيع نيمار كرة. التعادل لمدريد، خذ وذهب كارفاخال أدراج الرياح، وذهبت بعد ذلك بعيدة كرة نيمار. ألا تعلم يا نيمار أنه إنريكي في حال، ألا تعلم أنه لديه رقما صعبا؟ هذه خطيرة لإنيستا داخل منطقة الجزاء، وكرة في الشباك الجانبي. دخل إنيستا وشاهدنا برشلونة، دخل إنيستا وظهر للعالم من هو. كارفاخال بعيد عنه، يكسبها إنيستا، يلعبها بينية ذكية إلى ميسي في مكان خطير. اليوم ضاعت من ميسي، يا لها من تمريرة يا إنيستا. معلم إنيستا، بيتم مع الكلمة، معلم إنيستا. الكرة تروح له، تقول المسري بالطريقة التي تحب والتي أحب والتي الجماهير. تصل الكرة بعد ذلك للوكاس، كارفاخال جبهة يمنى خطيرة لمدريد، عرضية لمدريد بالراس، واعتنت العارضة. جميلة اللقطة الأخيرة من جانب راموس، ولكنها فوق العارضة. كرة سيرخيو خطيرة لمدريد، ارتقى فوق الجميع. هذه أوقات راموس، في أوقات الصعوبة، في أوقات المعاناة المدريدية يظهر راموس، لا تعلم من أين ظهر بهذه الكرة، بهذه الضربة الرأسية اعتلت العارضة. اليسار مارسيلو، محاولة مرور 1 على 1 أمام دونوس. مارسيلو عدى بكرة عرضية خطيرة، رونالدو بالراس، الدفاع خلصها الدفاع يا كريستيانو. ارتقى رونالدو براسه، ويا لها من تغطية، ويا له من تدخل، ويا له من ابعاديات جوردي. كريستيانو تعادل كان في الطريق. المحاولة مدريدية، صراع الكرة، صراع بين اللاعبين، بين فاران وتوران، بين بوسكيتس وراموس، بين ماسكيرانو ورونالدو. كل هؤلاء اللاعبين صراعات في حدود منطقة جزاء برشلونة. كرة ثابتة، إصابة، اندفاع هائل، مشاكل كثيرة في مباراة اليوم. ومودريتش يلعبها عرضية بالراس، والتعادل. راموس أسألكم أجيبوني، كيف يخسرون ولديهم هذا الراموس؟ هدف مدريدي في الدقيقة 90، عرضية مودريتش الجميلة، وراموس يغير الأشياء، راموس يغير كل شيء لمدريد. عرضية مودريتش، ضربة راسية رائعة يا راموس، رائعة لراموس. دوري أبطال أوروبا لأتلتيكو غير وجهة راموس، الكلاسيكو لبرشلونة غير وجهة راموس. أي رأس تملك، أي شجاعة، أي روح عالية، أي قتالية. أخيرا برشلونة في اللحظة الأخيرة، عرضية ونافاس يبعدها بقبضة يده، راسية أخرى خطيرة، كازيميرو يبعدها، جوردي على الطاير، بيكي والدفاع خلصها. يا إلهي، يا لها من فرصة يا برشلونة، فرصة ب7 أرواح ضاعت من برشلونة. مرتدة سريعة، ماريانو السريع، ماريانو الخطير، مدريد لقلب الطاولة، ماريانو بينية لكن الدفاع خلصها، يستعيدها ماريانو، أقرب بوسكيتس لبرشلونة. انتهى كل شيء، صفر يا حكم، أنهاها الحكم، أنهى الإثارة، رغم أنه عندما صفر كانت المباراة في قمة إثارتها. نافاس بقبضة اليد الحارس الأول، من الحارس الثاني؟ إنه كازيميرو. انتهى الكلاسيكو، نقطة هنا وأخرى هناك، وبالتالي فإن ريال مدريد يبقى في الصدارة برصيد 34 نقطة عن برشلونة، 34 نقطة مقابل 28 نقطة لبرشلونة. انتهى كل شيء في هذا الكلاسيكو، ومرة أخرى ليونيل لا يسجل في مرمى البريق.